مرحبا بكم في حكايات من المغرب، القناة اللي كتجيب لكم قصص درامية واقعية من قلب الشوارع، الحومات وحتى من أعمق الأسرار اللي كتدور في المجتمع المغربي. كل قصة كنعيشوها معاكم بتفاصيلها، بالإحساس ديالها وبالعبرة اللي كتخليكم تفكروا مزيان قبل أي خطوة. هنا غتسمع قصص ما عمر ما سمعتيها، بحال إلا كنتي حاضر وسط الأحداث. واحد النهار من ايامات الله، النهار اللي هو زوين، نهار الجمعه مع 8 الصباح، كنت جالس في قهوه ديال الحومه في البلاصه اللي ديما كنجلس فيها حدا الشارع الكبير. الكاس القهوه قدامي كان سخون، الدخان ديالو كيطلع ببطء، لكن قلبي كان بارد من الخوف، كيدق بحال شي طبله ديال الحرب. عيني كيتقلبوا على الناس اللي دايزين، كل واحد غارق في هضرته والتليفون ديالو، وانا غارق في دوامه ديال الافكار السوداء. البارح في الليل وانا جالس في البيت كنشوف التلفازه، تليفوني رن بميساج مجهول، ما فيه لا اسم ولا صوره. عندك 48 ساعه ترد الفلوس ولا غادي تعرف شكون حنا. قريته مره، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، وحسيت بالدم هبط على رجليا. ما جاوبتش، ولكن عقلي بدا كيدور 1000 دورة في الدقيقة. شكون هاد الناس؟ علاش كيهضروا معايا بهاد الطريقة؟ وشنو غادي يوقع الا ما جبتش الفلوس؟ طول الليل وما نعستش، كنت كنسمع اي صوت في الزنقه وقلبي كيتخبط. دقه في الباب، موتور داز، حتى صوت الكلاب بدا كيخلعني واخا انا في الدار. كل دقيقه كنت كنشوف الميساج في التليفون بحال شي لعنه ما باغاش تخرج من دماغي. وفي هذا الصباح جيت للقهوه باش نرتاح شويه، ولكن الراحه ما لقيتهاش، بالعكس الخوف غادي وكيكبر والوقت كيجري. بقات لي عباد الله 47 ساعه فقط. انا في الاصل ماشي من النوع اللي كيتسلف من الناس، ولكن هاد المره طحت في مصيده. شهرين قبل جا عندي واحد صاحبي قديم كيقول لي: اش كتقول نديرو شي مشروع صغير في الحومه؟ قلت مع راسي: وعلاش لا، نربحو شويه الفلوس ونخلي الخدمه ديال اللوزين واللي مضمونه. ما عرفتش، والله ما عرفتش واش نغامر ولا لا. المهم دخلت معاه بفلوس ماشي ديالي، فلوس شريتهم من واحد السيد معروف في السوق، ولكن من بعد ما اكتشفت ان هاد السيد خدام مع عصابه. المشروع خسر، الفلوس تبخروا وبقوا هما كيطالبوني. اليوم معايا 24 ساعه باش نقرر: نهرب من المدينه نواجههم بلا فلوس، ولا نلقى حل خيالي باش نجمع المبلغ. مشيت عند خالتي فاطمه، المراه اللي دائما كتلقى لي الحلول. حكيت لها القصه، شدات راسها وقالت: شوف ولدي، العصابه راه ما كتضحكش، ولكن حتى حنا ما غاديش نطيحوا بسهوله. خططنا باش نستعملوا واحد الكارثه قديمه في العائله. ولد خالي كيخدم مع واحد المحامي اللي عنده معارف حتى في البوليس. الفكره كانت اننا نجروا العصابه للفخ باش يطيحوا هما قبل ما يطيح راسي. نهار التسليم وصل، وقفت في البلاصه اللي اتفقنا عليها. كان قلبي كيدق بحال الطبل ديال الحرب. فجاه طلعوا جوج رجال من الكار، ملامحهم خايبه. قرب مني واحد فيهم وقال: الفلوس فين؟ ضحكت شويه وقلت: انا جبت كتار من الفلوس، جبت لكم مفاجاه. في هذه اللحظه بالضبط طلعوا رجال الامن من كل جهه، شدوهم واحد بواحد. العصابه تشدات وانا الحمد لله واخيرا تنفست. اليوم تعلمت واحد الدرس كبير: ما تدخلش فلوسك ولا حتى سمعتك في مشاريع مع ناس ما كتعرفش تاريخهم وما كتعرفش شكون هما، حيت يمكن يتبعوك ويخرجوا لك على حياتك كما وقع لي انا في هذه القصه. هذه هي الحكايه ديالنا اليوم. الى عجبتك القصه ما تنساش دير لايك وتخلي لي رايك في التعليق باش نجيب لك قصص اخرى مشوقه من حكايات من المغرب. شكرا، شوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.